خاض المنتخب المغربي حصة تدريبية مساء أمس الخميس ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس أفريقيا للأمم 2023 المقامة بساحل العاج. وشهدت التدريبات عودة كل من حكيم زياش وأشرف حكيمي المتوج مؤخراً مع فريقه باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي. وشارك الجميع في الحصة التدريبية المكثفة باستثناء اللاعب حكيم زياش الذي اكتفى بالركض من أجل استرخاء وإزالة إعياء السفر. ومن المقرر أن يتجه المنتخب المغربي يوم الأحد 7 يناير إلى مدينة سان بيدرو للمشاركة في النسخة 34 من منافسات كأس أفريقيا في الفترة الممتدة بين 13 يناير 11 فبراير التي سوف تحتضنها ساحل العاج. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد من أخبار كرة القدم المحلية والدولية.